اهلا بيكم. النهارده انا جاي اكلمكم عن عمل برشحه بقوه انكم تتابعوه. عمل متقن فعلا، التمثيل فيه حلو جدا والاخراج متميز جدا. القطعات واستخدام المؤثرات الصوتيه وكمان الموسيقى والاغاني جوه العمل ده حاجه جميله بجد، هترفع جدا من جمال وجوده المشاهد اللي هتشوفوها. والعمل اللي بتكلم عنه هو مسلسل حالة خاصة لطه دسوقي وغادة عادل. المسلسل لطيف بشكل فعلا يخليني لازم ارشحه بقوة ليكم انكم تبدأوا فيه. انا لما بتفرج لازم اشغل كل حلقة من اول تتر البداية ولحد تتر النهاية، ما اتخطاش او اقدم اي تتر فيهم، لان زي ما قلت المسلسل ده من افضل الحاجات فيه هي فعلا الموسيقى والاغاني اللي فيه، اللي هتخليك عايش جدا مود المسلسل مع ممثلين شاطرين وحكاية مكتوبة بجد حلو. ونحط كل العوامل دي في ايد مخرج شاطر وله رؤية فعلا، تطلع حلقات قادرة تلمسك وتخليك تحس باللي العمل عاوزك توصله بكل هدوء وانسيابية شديدة. وهنا بقى فانا لازم اتكلم عن الاستاذ العبقري هاني شنودة، واقول ان المسلسل كسب كتير قوي باستخدامه الاغاني عملتها فرقة المصريين بتاعت الموسيقار الكبير هاني شنودة، ادت للمسلسل ده حلاوة وطعم جميل. كمان اداء طه دسوقي اللي فعلا انا مبسوط بيه وباجتهاده وبتطوره وبانه ياخد دور بطولة ويقدر يعمل فيه فعلا شغل حلو. كل ما اشوف مشاهد وهو بيجسد الشخصية المتوحدة وكأنه متوحد فعلا، وافتكر بعدها شخصيته في السفارة بتاعت انا سعيد قوي بحياتي يا بيه، اضحك واتأكد ان الواد ده ممثل جميل واتبسط له بجد. برافو يا طه. كمان انا مبسوط لغادة عادل على دورها في المسلسل ده، لانه دور لايق عليها، مش دور بيتطلب منها حاجات ما تليقش لا بشكلها ولا باسلوبها، فده دور بترجع من خلاله لقوتها والحته اللي هي كويسه فيها. المسلسل اجمالا فعلا حلو وماشي على نسق ثابت، ما بيبداش كويس وبعدين يهبل زي حاجات تانية كتير، لا، دي قصه مكتوبه حلو وبشطاره واتمثلت حلو واخرجها مخرج فعلا شاطر وذكي اسمه عبد العزيز النجار، واللي اتوقع له بشكل شخصي نجاح كبير قدام ان شاء الله. حقيقي برافو يا زوز على اخراجك للمسلسل ده. ولازم برضو منساش مهاب طارق مؤلف العمل، الله يكرمك يا عم مهاب. وبجد انا ولا اعرف مهاب ولا عبد العزيز، فما بطبلش لحد، دول شباب شاطرين فعلا وعملوا عمل حلو فيستحقوا مني الاشاده. برافو يا شباب، استمروا. وبس كده، ده كان ترشيحي ليكم لمسلسل جميل اسمه حالة خاصة اللي اتمنى تشوفوه وان شاء الله يعجبكم. وفي نهاية الفيديو خلونا ما ننساش اهلنا في فلسطين، ربنا يثبتهم وينصرهم ويقويهم على اللي هم فيه. وخلونا كمان ما ننساش واجبنا تجاههم، قاطع، اتبرع وعرف اهلك واصحابك وولادك قضية اخواتك. وبس كده، سلام.